ماذا يحدث إذا وضعنا كماشة مصنوعة في الصين وفي ألمانيا وفي أمريكا تحت مكبس هيدروليكي؟ الفكرة هي محاولة قطع مسمار بقطر 4 مليمترات. لكي يكون لديك فكرة، لم يكن لدى كماشة الحشو منخفضة التكلفة هذه حتى فرصة. في الجولة الأولى، وضع كماشة مصنوعة في الصين. بمجرد أن تنزل المكبس، تضغط الشفرات على المسمار، وكان من الضروري قطع حوالي 168 كيلوغراما. في الجولة التالية، دعونا نرى الكماشة المصنوعة في ألمانيا. مع نزول المكبس، تنزلق الشفرات الحادة عبر الفولاذ، وبوزن 118 كيلوغراما فقط، يمكننا أن نقول وداعاً للمسمار. أخيراً، دعونا نضع الكماشة المصنوعة في أمريكا. هل هي أكثر كفاءة؟ عندما تنزل المكبس جاهزة للقيام بوظيفتها، يحدث شيء غير متوقع. كانت الكماشة المصنوعة في أمريكا تتحمل وزن 120 كيلوغراما، متفوقة بذلك على الكماشة الصينية، ولكنها لم تتمكن من التغلب على الكماشة المصنوعة في ألمانيا.